سلام عليكم. يوم جديد ووجبة صحية جديدة من وجباتي اللي بحب دايما أشارككم فيها. احنا قلنا مفيش حرمان، ولكن هننظم أكلنا، يعني هنخس من غير ما نحس. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة هنحضرها هي الرز، علشان باقي الوصفة مش بياخد وقت خالص في تحضيره. جبت حلة أو كسرولة ونزلت بمعلقة صغيرة من السمنة البلدي، بس هي كانت سايلة، فيعني دي معلقة صغيرة خالص. ضفت لها فصين من المستكة ودول اختياري، وعلى طول نزلت بكوبايه رز مصري مغسول مش منقوع، وهبدا اشوح بقى الرز في السمنه. طبعا تقدروا تستخدموا الرز مسلوق عادي جدا، والدايت بيقول كده، لكن احنا ما بنحبش نعكنن على نفسنا. يعني انا اكل طعمه حلو وفي نفس الوقت يكون صحي، وجسمنا كده كده محتاج لبعض الدهون، فنستخدم دهون صحيه زي السمنه البلدي، وما يكونش كميه كبيره، يعني معلقه كده صغيره حلوه قوي. شوحت الرز وبعد كده ضفت له كوبايه ومعلقتين من الميه المغليه، وظبطت الملح وسبته على النار لغايه ما تشرب الميه. هديله تقليبه بقى، وهدي النار خالص، وهسيبه من 10 دقايق لربع ساعه كده بيكون خلاص استوى، على ما نحضر باقي الوصفه. جبت ووك او طاسه كبيره يعني، ونزلت بنص كيلو لحمه مفرومه بدون اضافه اي مواد دهنيه. احنا خلاص ضفنا المواد الدهنيه في الرز، فاحنا هنعتمد على الدهون اللي موجوده في اللحمه. اللحمة عندي كانت لسه مجمدة شوية، بس ما يحصلش أي حاجة. هبدأ كده أقعد أقلب فيها لغاية ما اللحمة كلها تاخد صدمة وتتحول للون البني اللي انتوا شايفينه. خلاص اتحولت كلها للون البني. هضيف بقى بصلاية كبيرة، مديها كده فرمة خشنة في الكبة، ممكن تقطعوها على ايديكم، بس انا فرمتها في الكبة عشان اسهل يعني. هنضيف ملح وفلفل اسود، طبعا الكمية حسب الرغبة، وهقلبها كده شوية كتير لغاية ما لون البصل يعني يتكرمل شوية. بعد كده بضيف نص كوباية مية مغلية، ودي اختياري، انا بحب اسوي اللحمة كويس يعني، فيدوب هما بس نص كوباية. على ما اللحمة تستوي معايا نص كيلو كوسة، طبعا غسلها كويس قوي ومنضفاها وكحتاها. هقطعها بقى دواير او اقطعوها يعني زي الشكل اللي انا مقطعاه بيه ده، اللي تحبوه يعني. خلاص قطعت الكوسة، هجيب بقى نص راس توم، هضيف لها علبتين من الزبادي، وهخلطهم بقى كلهم مع بعض. انا عايزه التوم يتفرم ناعم جدا، بمسح بس الكبه عشان ايه كانت اتوسخت من الزبادي. هخلطهم كويس قوي، وكده حضرنا الصوص ده، هو ده بقى الاساس. رجعت بقى مره تانية للحمه، كانت خلاص استوت وشربت الميه، او الميه اتبخرت يعني. هنزل بقى بالكوسه. الكوسه يا جماعه ما ينفعش تستوي 100%، كده هتتهرى منكم. لازم تستوي من 75 ل 80%، دي اقصى حاجه. فانا بقى نزلت بالكوسه، بعدين غطيت عليها حوالي 4 دقايق، كانت استوت حوالي 40% كده. بعد كده فتحت، ضفت لها صوص الزبادي اللي احنا عملناه، الزبادي والثوم، وهسيبها برضو من 3 ل 4 دقايق تانيين، تكون بقى كده مستويه من 75 ل 80%. اخر حاجه قبل ما اقفل عليها النار بديلها رشه من النعناع الناشف، وده اساسي في الوصفه دي يا جماعه، وبينقل الطعم لحته تانية خالص. وهقلبها وهقفل النار عليها بقى. عايزه اقول لكم ان بخار الميه ده هيسويها ال 20% اللي فاضلين. الرز كان خلاص استوى، مفلفل جدا، ريحته وطعمه يجننه. هاخد منه 4 معالق، حوالي 100 جرام من الرز. دول ممكن تعايروهم بالكوب المعياري، نص كوب هيطلعوا هما ال 100 جرام. طبعا السلطه بتاعتك قطعي بقى سلطه زي ما انت عايزه، انا ساعات بكسل فبحط شرايح بس طماطم كده داير ما يدور، لكن طبعا لو عملتوا طبق سلطه احسن كتير. وادي البروتين بتاعنا، اللحمه طبعا مع الكوسه، مش قادره اوصف لكم بقى ريحتها تجنن. بقت جاهزه معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مليانه كوسه، مليانه لحمه، بجد طعمها حلو جدا يعني، وجبه مشبعه. اعملوا دايما اطباق كده، هو طبق واحد يكون فيه خضار ويكون فيه البروتين بتاعكم وشويه الرز، ما تزودوش عن ال4 معالق. لو عجبكم المحتوى ده اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش طبعا تدعموني بالشير الكتير علشان الكل يستفيد. وما تنسوش برضو تتابعوا قناه جديده، اكله وتحليه صحيه مع رانيا النجار. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.